السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احوال جيده يا ربي. هذا الفيديو هذا بالذات غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي زوينه واللي ما كتخطانيش من الدار واللي دائما على الطبله. الصراحه زوينه السقاطه ديال الدراري بالنسبه للوليدات الصغار، يعني دائما كتكون عندي في الدار. على حسب الوليد كيبغي كل ساعه شي حاجه ديال السقاطه كتعطيها له، يعني عارفه شنو مصوبه بيديك وفي نفس الوقت ساهله، والدواز اتي كتجي كدب في الفم ومذاق الفرماج كتحمق. يا البنات جربوها وردوا عليا. وداك لوغو ديال الليمون عاوتاني كيجي واحد النسمه هائله. غادي نحتاجو بالنسبه للمقادير غنحتاجو 2 بيضات، غادي نحتاجو فرماجه الا بغيتي تزيدي ضعفي الكميه ماشي مشكل. عندي كاس مع عمر ديال السكر، كاس مع عمر ديال الزيت، عندي 4 معالق ديال الزبده الى 5 معالق ديال الزبده، عندي قشور ديال الليمون انا كان عندي في الفريغو يلاه جبداهم كانوا مازال ما طلقوش مزيان. صافي، وقبيصه ديال الملحه وشويه ديال الفاني. الا كان عندكم روح الفاني احلى، كيطلق واحد النسمه اللي مجهده. صراحه البنات هذه هي ساهله. هادشي كنجمعوا المكونات كاملين وغادي نضيفوهم في الخلاط الكهربائي، اي خلاط عندك باش يطحنوا مزيان. كيولي داك الزبده كتولي بحال الشكل ديال لا كريم، يعني ينسجموا مزيان. انا عندي فضلت نطحنهم في مولينكس باش كيطحنوا مزيان كيف قلت لكم. حتى داك القشور ديال الليمون راه كيطحنوا، شفتوا على هذا الشكل هذا كتجي بحال الشكل ديال لا كريم. غنحتاج الطحين وغادي نحتاج 8 غرام ديال الخميره الحلوى. هنا غادي نبدا نكب الطحين بشويه بشويه على حسب العجين باش ما تقصحليش لانها خصها تجي ماشي رطبه، باش نتحكم في الشكل وفي نفس الوقت ما تجيش قاصحه. بالنسبه للبنات اي طابعه غادي تطبعوا بها هاد الحلوى راه كيبقى، يعني ما كيتلفش الشكل ديالو حيت فيها غير خماره واحده ديال الحلويات، يعني ما غاديش تنفخ ويتخسر الشكل ديالها. شفتوا العجينه كي دايره؟ يعني بحال الشكل ديال لاكريم. العجينه بعد ما خلطتها شوفوا الطحين على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندك، يعني الطحين على حسب النوعيه ضيفي بشويه بشويه على الى غايه ما تحصل على هاد العجين هذا، يعني ما يكونش رطب وما يكونش قاصح بزاف. صافي غادي نطلق العجين ديالي، غادي نطلقو مزيان، يعني السمك ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، لان ما غادي نخليها يعني سامبل عاديه، ما غندير فوق منها لا شكلاط لا والو، يعني خصها تجي رقيقه وخصها تجي غليظه. هذا هو غادي ندهنها من الفوق بعد ما غادي نطلقها، غادي ندهنها بالبيض وغادي نرش فوق منها اما لوز ايفيلي ولا كاوكاو ولا الشوفان. انا الصراحه كنفضل الشوفان، كيجي فيه واحد القرمشه هائله زوينه بزاف مع لوز ايفيلي، ما كانش عندي متوفر درت الشوفان. الصراحه كتجي فيه واحد القرمشه هائله والله البنات، ومع داك اللوغو ديال اللحم ديال قشور الليمون وفرماج كتجي مذاق زوين ومميز. بالنسبه كيف قلت لكم التقطيعه، لكم واسع النظر، اي شكل يمكن لكم تقطعوها بها. كيجي واحد اللون فيها ذهبي يا سلام. اللي زوينه انها اقتصاديه، انها دغيا كتوجد، يعني في ساعه ولا نص ساعه تكون عندك واجده، في نص ساعه تكون عندك واجده الا كنتي في نص ساعه، يعني سهله بزاف. وبالنسبه 2 بيضات شحال حطيت ليا ديال الحبات، حطيت ليا 62 حبه، يعني تبارك الله راه كتحط 62 حبه حطيت ليا ب2 بيضات. واللي زوينه كتجي هشيشه وكتجي فيها هذيك المذاق ديال الحامض فرماج زوين البنات زوينه. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه، وما تنسونيش من جهه اشتراك القناه باش يوصلكم دائما الجديد، فضلا منكم وليس امرا. وبشركم بروكا دخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر، ويحفظ لكم ربي الناس اللي عزاز عليكم واللي قراب لقلوبكم يا ربي، ويفرحكم بداكشي اللي كتمناو في خاطركم عاجلا غير اجلا يا ربي. ما تنسونيش في التعليقات تساؤلاتكم من اي حاجه. راه كنقرا لي كومونتير، ودمتم في رعايه الله وحفظه.